ماشو الذي يفتتح مجال التسجيل في هذه المباراة. كما تعلمون الجزائري عبد الجليل معاشو هو لاعب سابق لفريق دبا الحصن في الموسم ما قبل الماضي، وحقق معه هداف الدوري ب 185 هدفا، وبذلك خولت له هذه النتيجة الإيجابية وتتويج بهداف الانتقال إلى نادي النصر، وهو يدافع عنه للموسم الثاني على التوالي. ردة فعل بالنسبة للعناصر الحصناوية، التسديد والأول يرد شد من خلال المحاولة الماضية. إذن اللاعب الأنغولي الذي خاض مع المنتخب الأنغولي بطولتي العالم يسجل خيسوس، يتقدم من خلال المحاولة القادمة. العبدولي يلعب الكرة إلى إبراهيم حسن، العبدولي مرة أخرى العناصر الحصناوية تبحث عن منفذ التقدم والتسديد، إبراهيم تكون عبارة عن كبوة حصان لا غير، ويعود الفريق النصراوي إلى بحث عن تأكيد النتيجة، وفريق النصر يبحث عن الرجوع إلى سكة الانتصارات. كرة تعود سهيل إبراهيم والتسديد وتألق الحارس سعود في المتابعة. ديسمبر في الشوط الأول، ولكن الفريق الحصناوي لم يستطيع المحافظة على هذا التقدم. جاءت لك فرصة لازم تستغلها، خصوصا أمام الفرق الكبيرة. في نادي برشلونة لكرة اليد فحط أوفر، ولما لا العودة باللقب العالمي لأرض الكنانة وأرض الفراعنة. كرة تعود مرة أخرى، هدف الثاني الشوط الأول متقدمين. صاحب القميص 30 يعني هذا ماجد عبيد. كرة تعود مرة، وقعنا فيه في مباراة الشارقة. خيسوس حارس عبد الرحمن حسين الحارس الثاني، خيسوس وأكبر مما نقدمه في هذه اللحظات. تعود الكرة للهندسي إلى أحمد السعيد، خيسوس فرصة الارتقاء، خيسوس وبالفعل يسجل هدف فريق النصر عن طريق اللاعب محمد جمعة الذي يسجل هدفه الأول في الشوط الأول. تعود الكرة الهندسي مقابل 12، 3 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول. الكرة تعود أو دقيقتين للعناصر الحصناوية التي تبحث عن الرجوع والهدف. دبا الحصن في إطار الأسبوع الأول من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد رجال هنا بصالة التقدم. إذن الشوط الثاني بين الفريقين للعودة في النتيجة. أحمد سعيد 2 وإسماعيل سامي 16. المدرب الجزائري حبيب حبة وإداري الفريق سعيد العامل في فريق هدف كما قلت معاذ علي رقم 6، والمدرب النصراوي محمد عبد الله الإداري سعيد إبراهيم. بالنسبة لحكام المباراة محمد ناصر وربيع خميس كحكام الملعب، وأم الزين مبارك وخالد غلوم. يتقدم بفارق هدف. كرة والفرصة والاسترجاع جميل من خيسوس في الهجمة السريعة، خيسوس الأنغولي 21 مقابل 12. كرة تعود للعناصر الحصناوية وأحمد الحسني أو لاعبي فريق النصر، والكرة تعود إلى باهر الذي يرجع مرة أخرى. ما زالت قائمة لفريق دبا الحصن من إبراهيم حسن أو عفوا إبراهيم سعيد، كذلك حارسي الفريقين. الكرة تعود مرة أخرى للعناصر الحصناوية. العبدولي إلى خيسوس، إبراهيم حسن يا إبراهيم يتقدم. فرصة ما زالت قائمة على الحسني على مستوى الجهة اليسرى، والهدف من الحسني والحارس يتألق. فرصة التقدم للعناصر الحصناوية تعود إلى خيسوس أو سهيل، والفرصة للعناصر الحصناوية. فرصة التقدم خيسوس دي ماريو إلى عبد الله الحسني، خيسوس تعود إلى يوسف العبدولي، إبراهيم حسن العبدولي، تمريرات مستمرة لخيسوس. النتيجة متعادلة 23 مقابل 23. تعود الكرة للعناصر الحصناوية وإبراهيم حسن. الكرة تعود مرة أخرى
من الأسمراني إلى الأسمراني إلى خيسوس حكم يعلن لصالح اللاعب الأنغولي خيسوس الذي كما قلت سبق له وأن شارك في بطولة العالم لكرة اليد. إبراهيم العبدولي إلى ماريو تجربة مهمة. الجليل معاشو يسجل ويعود اللاعب سهيل. انتهت لصالح فريق دبا الحصن ب 26 مقابل 24. تجاوزنا هذه النتيجة والهدف تصدى لجميع المحاولات. كرة تعود والحارس يا إبراهيم. ناصر الحسناوي على تركيزهم. 29 مقابل 28 والنصاب واكتمل فيها كل شيء ليتقدم فريق دبا الحسن. لديه الفرصة ليسجل الهدف رقم 31. كرة يسير الفريق الحسناوي للفوز من خلال هذه المباراة. سهيل ويسجل ويدون هدف.